رحت وقفت قدام صورة الصلاة في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم ورد عليا. مش انت كده عشان تخلص نفوسنا واتقلبت واتحسبت علشاننا؟ انت ليه بتستكتر عليا؟ تريحني، رد عليا، ارشدني، قولي ليه الكلام ده اعرفني؟ اتحركت ليه وليه كلام فرج الناس عليا؟ وليه سمعت من السافل الكلمة دي؟ ليه؟ وبقيت اكلمه واكلم العذراء يا ام النور واكلمها واقول لها نوريني يا ام الاله الحي، كلميني وطمنيني، ردي عليا. انا مش قادره استحمل ان انا احس ان انا كنت غلط، مش قادره كل ما بفتكر بنهار. كلمت يسوع وكلمت العذراء وكلمت فكرتي وخدت الغد الستين كلها وانت مش عليا، ما حدش عبرني. قلت لهم انتوا ما بتسمعوش ولا ايه؟ وانا بكلم نفسي. انتوا مش شايفينيش يا يسوع علشان مش بترد عليا؟ ولا حد في الكنيسة رد عليا بكلام مقنع، ولا حد في الروم رد عليا بكلام مقنع، ولا اي حد اداني طريقة امسك بيها كتابي واقرا بشجاعة قدام الناس، ولا حد فسر لي اي حاجة في اي حاجة. فضلت اتكلم معاهم كده اهو لحد ما الناس نامت وانا اللي قاعدة كده صاحية. قلت لهم انتوا خلاص، انتوا جبتوا اخركم معايا كده خلاص، انا مش هستنى منكم رد بعد كده تاني. خرجت بره الأوضة بتاعتي وخرجت بره الشقة. خرجت بره الشقة والبيت كله نايم عندنا، وركبت الأسانسير وطلعت في آخر دور في العمارة. طلعت فوق في آخر دور، ولا في حد جنبي ولا حد يقفل ولا حد سمعني. وبرغم الهواء الجامد والمطر اللي نازل وكان رعد وكان جو فظيع، بقاله 4 أيام جو فظيع، لكن كل ده ما همنيش. انا اهم حاجه عندي اعرف الحقيقه عشان انا ما بعرفش انام. من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا ما بعرفش انام. من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا مش قادرة اعيش، مش قادرة استحمل. كل ما افتكر ان سمعت كلمة زي دي من شاب علشان قريت كلام ربنا ما اقدرش اتحمل. طلعت فوق وبصيت للسما، رفعت راسي لفوق كده وفضلت اتكلم مع ربنا. قلت له يا رب انا بكلمك انت يا رب يا حقيقي، يا رب يا حقيقي يا اللي خلقت كل حاجة، يا اللي عايزنا نعبدك يا رب، يا اللي خلقت السماء اللي نزلت عينيا دي، وخلقت المطر اللي نزل، وخلقت الرعد اللي انا سامعاه بوداني ده. قومني يا رب وريحني.
يا رب اللي خلقتني وخلقت ايدي دي وخلقت عينيا ولساني، رد عليا يا رب وريحني. أهل الكتاب المقدس ونسيت الأنشاد ده كلامك، هل ده كلامك انت؟ هل نسيت الأنشاد ده كلامك؟ وهل فعلا يسوع اطلب من أقاليمك؟ هل ده كلامك فعلا؟ هل ده كلامك ولا الكلام ده كذب زي ما سمعت؟ تخيلوا ربنا بتاعتنا رد عليا. اول ما قلت ربنا الحقيقي رد عليا، اول ما كلمت ربنا قلت له اللي خلقت الدنيا دي كلها رد عليا. اول ما كلمته لقيته بيقول لي الله اكبر الله اكبر. اول ما سألته لقيت الأذان بيهتم في الفجر في الجامع اللي كان فيه. قلت له طلعته في مكان عالي، لو طلعته في مكان عالي بالليل كده هو وسمعتوا الأذانات وهي بتأذن جنب بعضيها هتسمعوا كذا أذان. فأنا بقيت أكرر السؤال، احنا حوالينا كذا جامع، بقيت أكرر السؤال كذا مرة نفس السؤال، هل نسيت الأنشاد ده كلامك يا رب؟ هل نسيت الأنشاد ده كلامك؟ كل ما أكرر ألاقي جامع جديد رد عليا وقال الله أكبر الله أكبر. كل ما اسمع كل ما اسال واسمع الرد اقول له صح، اقول له صح يا رب انت اكبر، انت اكبر من كده. قلت له صح يا رب انت اكبر من ان يكون ده كلامك، انت اكبر من ان انت تتغزل بالطريقه دي، انت اكبر من ان انت تشبه اي حاجه بالتلبيهات دي. مبقتش مصدقة نفسي ان ربنا رد عليا وريحني كده. بقيت اقول له شكرا وانا اسفه شكرا وانا اسفه، وابوسه كده من الهوا وعقلي بوسات كده والم المطر في ايديا. بقيت الم المطر في ايديا كده وابوسه واقول له ده عشان انت اللي صنعته يا رب وجاي من عندك، وابوس ايدي كده واقول له عشان انت يا رب اللي صنعتها انا اسفه. قلت له خلاص يا رب مش عايز اكتر من كده، انت فعلا ربنا الحقيقي، ان انت اللي رديت عليا اول ما ندهت لك، انت اللي سمعتني. كلمت يسوع كتير وكلمت القديسين كتير والعطر كتير، ما حدش رد عليا ولا حد ريحني، اني بكلم نفسي. بقيت اقول له اسفه يا رب على كل اللي قلته عنك، وان انا كنت جاهله ما اعرفكش. بقيت اتاسف كتير قوي. قلت لها اسفه ان انا شكيت في يوم من الايام ان انت الاله الحقيقي، انا حقيره ومتخلفه فعلا، انا اسفه ان انا عبدتك غلط وفهمتك غلط وغلطت فيك. انا الحقيره وغلطت فيك انت يا عظيم، وغلطت برسولك على العين كده، وغلطت بالمسلمين كلهم وشتمت وقلت أدبي. ورغم كده برضه ما موتنيش وسبتني عايش، كنت تقدر تموتني وانا بشتم كده. سبتني عايش، سبتني عايش ما سبتنيش حيرانة يعني، كمان سبتني عايش وكمان ريحتني. انا مستاهلش كرمك ده،